هزق وليه؟ بالهدوء وبالذوق. مفيش ذوق خلاص نتصل بالشرطه. يعني خلاص مفيش داعي ابدا ان احنا يبقى صوتنا كده. والله ده حصل معانا شخصيا. يعني كنت في بنزينه والشخص بيرجع بالعربيه فخبط لي العربيه بالذوق كده، سمحت انت اللي غلطان. قالوا لا انت اللي غلطانه. طب انا غلطانه ايه؟ ده هو اللي راجع خابطني. طب خلاص يا جماعه، بدون ما نزعق اتصلت بالشرطه والشرطه جت بمنتهى الهدوء وذوق. الناس هتقول دلوقتي يمكن عشان انت واحده ست، لا طب ما تيجي تطبق انت بقى يعني كشخص راجل كده، طبق انه لا يا عم انا لا انا غلطان ولا انت غلطان، هنتصل بالشرطه هي اللي هتفصل ما بيننا. يعني شوفي انا بجيب لك امثله شكلها عامل ازاي كده. بس في ستات بتنفعل لما هي بتتعصب او مفكره بتخاف فبتقوم معليه صوتها هي مفكره بقى ان هي كده هتبقى جامده. لا انت عمرك ما هتيجي عليا، ده انا جامده، انا 100 راجل. أيوة. لا انت مش ب 100 راجل، انت انثى ب 100 انثى. فانت استخدمي انوثتك دي عشان تكسبي في المواقف. طبعا. لكن ب 100 راجل انت هتهاجميه، هو هيهاجمك، هو اقوى منك. خلينا متفقين.